زي النهارده 31 مارس 1909 بدأ بناء السفينة صاحبة القصة والمأساة الأشهر في العالم، سفينة تايتانيك، وبيصادف كمان الظهور الأول للسفينة، وده كان برضه زي النهارده 31 مارس 1912 بعد مرحلة بناء استغرقت 3 سنين. بلغت تكلفة بناء السفينة العملاقة 7.5 مليون دولار في أوائل القرن العشرين، واستخدم طاقم البناء 3 مليون مسمار في بناء الهيكل اللي بلغ وزنه 26 ألف طن. السفينة العملاقة غرقت بعد إبحارها ب5 أيام في قاع المحيط الأطلسي، وحطامها لحد دلوقتي موجود في القاع على بعد 4 كيلو متر تحت سطح المية. السفينة كان موجود على متنها كتير من الآسيويين وركاب من الشرق الأوسط، منهم اللبنانيين والمصريين، وكان من بين الناجيين راجل مصري اسمه أحمد حسام بريك. كان ممكن ينجو أكتر من نص المسافرين على السفينة لو كان تم استخدام كل قوارب النجاة الموجودة عليها، لكن متخيل إن أول قارب نجاة اتحرك بعد ساعة كاملة من اصطدام السفينة بالجبل الجليدي، ومن بين 2223 شخص على متن السفينة غرق 1517 شخص بعد التصادم مع جبل الجليد. كان في طفلين وحيدين بس من بين الناجيين، فدخلوا التاريخ لكونهم الطفلين الوحيدين اللي نجوا من تايتانيك، واطلقوا عليهم اسم ايتام تايتانيك. فيلم تايتانيك الشهير اللي بيتكلم عن القصه الحقيقيه للسفينه كمان في حقائق عنه انت اكيد ما تعرفهاش، اهمها ان معظم المحيطات اللي قفز وغرق فيها ركاب تايتانيك هي حمام سباحه كبير بعمق 3 أقدام فقط. الفيلم كمان اتكلف ميزانيه ضخمه بلغت 200 مليون دولار. اتفرجت على فيلم تايتانيك الشهير ولا لسه؟